ربنا آمين يا الله وكل ذنب عندنا آمين يا وامن الله بتوبة لنا آمين يا أنت الله حبيب آمين التائبين يا الله بجاه سيدنا الرسول آمين يا الله والحسنين آمين والبتول يا الله والمرتضى آمين يا الله بالفحول وجاه جبريل الأمين آمين يا الله ثم الصلاة والسلام آمين يا الله على النبي خير الأنام آمين يا الله وآله الغر الكرام آمين يا الله وصحبه والتابعين. آمين يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي سجل الكذب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كذبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء وعافنا يا إلهي من نوازل البلاء يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء وهب لنا الخير كله واهدنا بهداك يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء ونستعينك ونستغنيك عمن سواك يا أرحم الراحمين ارض بنا في يا صاحب قضاء الفضل والإحسان نرجو عطاك يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء كل المظالم كلها في يا أرحم رضاك الراحمين ارض بنا في إياك قضاء نعبد ونشهد مشهدنا نراك يا أرحم الراحمين ارض بنا في ونشهد قضاء أن قرانا نور عين يا أرحم اصطفاك الراحمين ارض بنا في طب قضاء شواهد مشاهد من يوالي يا أرحم ولا الراحمين ارض بنا في ومن على قضاء سنة الهدي يراعي يا أرحم رعاك الراحمين ارض بنا في ومن قضاء قرأ للقرآن بحق يا أرحم نبات الراحمين ارض بنا في منك قضاء إليك تحقق أن هذا يا أرحم حكاك الراحمين ارض بنا في وسرق قضاء المهلك لمهم دلا من يا أرحم صفاك الراحمين ارض بنا في بالفهم والعلم قضاء والتنظيم يا يا أرحم الحسنات الراحمين ارض بنا في هذا لمن قضاء كان حظ من قوافر يا أرحم هناك الراحمين ارض بنا في بسبب قضاء العلم جاء الله قوم يا أرحم قداك الراحمين ارض بنا في وأدركته قضاء العناية حيث جئت يا أرحم وجاء الراحمين ارض بنا في يسعى قضاء بمجيبك صار سمع يا أرحم دعاء الراحمين ارض بنا في منك إليك قضاء وخيم حتى ساح يا أرحم فينا الراحمين ارض بنا في على الهنا قضاء والمنى والبس شئت يا أرحم وشاء الراحمين ارض بنا في يا ربي قضاء يا ربي هب لي في رجاء من يا أرحم رجاء الراحمين ارض بنا في وقبل دعائي قضاء وكرمني مع من يا أرحم دعاك الراحمين ارض بنا في وأنت حسبي قضاء وعوني فاشفني يا بشفاك
من راحمين الطف بنا في قلبي قضاء وقالبي والبسن لباسا يا من قيا راحمين الطف بنا في وقدر روحي قضاء بذكري واحمني يا بحماك من راحمين الطف بنا في وحببك لي قضاء وحبب لي محبة يا من لقاك راحمين الطف بنا في أستغفر قضاء الله غفرانك لمن قد يا من عصاك راحمين الطف بنا في حسن يقيني قضاء وتبني ذبن يا من أونياك راحمين الطف بنا في والحمد لله قضاء واختمها بطابع يا من هداك راحمين الطف بنا في صلاة قضاء ربي وسلم نزل يا من مسلمات راحمين الطف بنا في على النبي قضاء المصطفى المحمود خان من يا من بياك راحمين الطف بنا في عدد الحياة قضاء الذي يحيا به من يا من حياة راحمين الطف بنا في الآل وصحبه قضاء والحقنا باسم يا من اسفياك راحمين الطف بنا في يا من قضاء خايف نجنا مما يا من نخاف خايف نجنا مما يا ولي نخاف الصالحين كن موالينا يا من وكاف خايف نجنا مما يا جليس نخاف الذاكرين اهدنا سبل يا من العفاف خايف نجنا مما يا نخاف مجيب السائلين رحمنا واغفر يا من وعاف خايف نجنا مما نستعينك يا نخاف معين شفها أحسن يا من شفاف خايف نجنا مما هب لنا فتحا نخاف مبين جاء بالنصر يا من مواف خايف نجنا مما واكفي شر المؤذين نخاف كفهم عنا يا من كفاف خايف نجنا مما والعتاد نخاف الظالمين حتهم حتى يا من التلاف خايف نجنا مما شرهم فيهم مؤمن نخاف منهم فيهم يا من مضاف خايف نجنا مما خاسرين نخاف مدبرين ذهبوا يا من بالانصراف خايف نجنا مما مرتدين هالكين نخاف في شفاجر في يا من الهياف خايف نجنا مما والطغاة نخاف الباغي نكفهم يا خير يا من كاف خايف نجنا مما حسبنا الله نخاف المعين هو لا يا من خلاف خايف نجنا مما وكفى نخاف المتوكلين كل شر من يا من مخاف خايف نجنا مما هو رب نخاف العالمين وإليه يا من الانعطاف خايف نجنا مما كافنا الحس الحسين نخاف من سواه ما يا من نخاف خايف نجنا مما وصلاة كل حين نخاف وسلام الله يا من واف خايف نجنا مما تبلغ الهدي نخاف الأمين وآل أصحاب يا من العفاف خايف نجنا مما خدمها نخاف للمسلمين المساكين يا من الضعاف خايف نجنا مما نخاف ورد الله المدين هو بهم أرحم يا من وراف خايف نجنا مما يا تواب نخاف تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر يا إلينا تواب تب علينا سامحنا بما جنينا يا تواب تب علينا سامحنا بما يا جنينا تواب تب علينا اغفر لنا ولوالدينا يا تواب علينا اغفر لنا يا ولوالدينا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال دنيا وآخرة بتوبة توبة الجمال دنيا يا الله وآخرة بتوبة وقبل وإحسان يا الله بتوبة قبل درج الأكفان الإحسان يا الله بتوبة قبل درج الأكفان يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد يا الله مضى. رضا يا الله رضا يا الله بتوبة يا الله رضا وقبول يا الله رضا يا الله بتوبة أستغفر الله أستغفر وقبول. الله أستغفر الله ونتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ونتوب إلى أستغفر الله الله رب البرايا أستغفر الله من أستغفر الخطايا الله رب البرايا أستغفر الله من يا الخطايا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر يا فرج ويرحم الهم يا كشف الغم يا من لعبد يغفر يا ويرحم رب سألك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا سألك حق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا من الله نرجو الغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو يا الغفران حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيا من ذنوبه وحلان خائف إنك غضبان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران ربنا نستعفق ربنا نستكفق ولنا ظن فيك ورجال الإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الخيب الغفران راجي تحت بابك لاجي لم يزل بالداجي قائلا يا حنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو بعظيم الغفران الأسماء والصفات الحسنى والملائك جمّا وبجاه القرآن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران أمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران من نبينا آدم وبنوح الأقدم وخليل الرحمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران مريم وبهود الأكرم وبها دون العم والنبي بن عمران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران وبجاه الأقطاب والولي الأواب شيخنا أبا سوداء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران لعلم واحكم والولي بن بسطم والولي بن جيلان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا إله العالم يا إله العالم لتربى يا إله العالم والفقيه المشهد يا إله العالم والعلوي الأبرار يا إله العالم من بهم حالي زاد يا إله العالم عينات اليوم يا إله العالم ما كما هم في القوم يا إله العالم وإن بدا مني يا إله العالم يطلبوا للغفران يا إله العالم الحسن بن صالح يا إله العالم بحر نور طافح يا إله العالم لا تكن لي فاضح يا إله العالم يا صمد يا منان يا إله العالم مثل شه المشهد يا إله العالم ابن ناصر أحمد يا إله العالم وأبيه ثم الجد يا إله العالم للمعالي لهم شان يا إله العالم جدلنا بالمطلوب يا إله العالم والفرج مثل أيوب يا إله العالم وبفرحة يعقوب يا إله العالم حين زالت الأحزان يا إله العالم ربنا اغفر وارحم يا إله العالم واعفو عما تعلم يا إله العالم فإن جودك قد يا عم إله العالم انس خلقك والجاه يا إله العالم ودروس القرآن يا إله العالم واجتماع الإخوة يا إله العالم لدعاء الرحمن يا إله العالم سرهم والإعلان يا إله العالم والحبيب المخضر يا إله العالم دائما بالأسحار يا إله العالم قائلا يا غفار يا إله العالم جد لنا بالغفران يا إله العالم استجب لي واسمع يا إله العالم ولنا الكل أجمع يا إله العالم ولمن لك يضرع يا إله العالم طالبا للإحسان يا إله العالم وصلاة تترى يا إله العالم لمن خص بالإسراء يا إله العالم وذوي طرا يا إله العالم في جميع الأزمان يا إله يا العالم عالم سر منا لتتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تدك
الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا ربي يا علم الحال إليك وجهت الآمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعد ما مات. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رمى عبده فادرك برحمتك في الحال. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا موجد الخلق طرا وموسع الكل برا أسألك أسبل سترا على القبائح والأخطاء. يا عالم السر منا لا تأتيك الستر عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا من يرى سر قلبي حسبي اعطيلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي وصل كسودي والأعمال. يا عالم السر منا لا تأتيك الستر عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال. يا عالم السر منا لا تأتيك الستر عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث يا ربي كنا. يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا مالك الملك يا عالم السر منا لا تأتيك الستر عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا. أشكو إليك وأبكي من شومي ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوات القيل والقال. يا عالم السر منا لا تأتيك الستر عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا. وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحشفوها آفة وشغال. يا عالم السر منا لا تأتيك الستر عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا ويح نفس الغاوية عن السبيل الساوية أضحت تروج علي وقصدوها الجاه والمال. يا عالم السر منا لا تأتيك الستر عنا
وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا ربي قد غلبتني وبالآمان سابتني وفي الحظوظ كابتني وقيادتني بالأكبار. يا عليم السر منا لا تأتيك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدات كربي فانظر إلى الغم ينجى. يا عليم السر منا لا تأتيك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا ربي يا خير كافي عهل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل وجمال. يا عليم السر منا لا تأتيك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يا ربي عبدك ببابك لا إله إلا الله. يخشى لي مع ذبك لا إله إلا الله. يرتجي لثوابك لا إله إلا الله. غيث رحمة هطال لا إله إلا الله. وكتتك بعذره لا إله إلا الله. وبانكساره وفقره لا إله إلا الله. فزم بيسرك عسره لا إله إلا الله. بماضي جودك والإفضال لا إله إلا الله. وامن عليه بتوبة لا إله إلا الله. تغسل من كل حوبة لا إله إلا الله. واعصمه من شر أوبة لا إله إلا الله. لكل ما عنه قد حال لا إله إلا الله. فأنت المولى المولي لا إله إلا الله. المنفرد بالكمال لا إله إلا الله. وبالعلا والتعالي لا إله إلا الله. علوت عن ضرب الأمثال لا إله إلا الله. جودك وفضلك وبرك لا إله إلا الله. يرجى وبشك وقهرك لا إله إلا الله. يخشى وذكرك وشكرك لا إله إلا الله. لازم وحمدك والإجلال لا إله إلا الله. يا ربي أنت ناصري لا إله إلا الله. فلكني كل خيري لا إله إلا الله. واجعل جنانك ماصري لا إله إلا الله. واختم بالإيمان الأجال لا إله إلا الله. وصل في كل حالة لا إله إلا الله. على مزيل الضلالة لا إله إلا الله. من كلمته الغزالة لا إله إلا الله. محمد الهدي لا إله إلا الله. والحمد لله شكرا لا إله إلا الله. على نعم منه تسرى لا إله إلا الله. نمهد سرا وجهرا لا إله إلا الله وبالغدايا والأصال لا إله إلا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا ربنا المسلمين. يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج وليس على نرجو المسلمين. سواك فدرك إلهي درى قبل الفنا والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم
الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على وبلنا المسلمين ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج نسألك على وليقيم على عدلك كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج يا على ربنا يا المسلمين مجيب أنت السميع القريب ذاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على قدرة تزيل المسلمين العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على سلت بجاه المسلمين الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج يزيل على للمنكرات المسلمين يقيم للصلوات يعمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يزيل فرج كل على الهرم المسلمين يقهر كل طغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على اسقنا المسلمين غيث عامنا في مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ربنا المسلمين الشاكرين وتوفنا مسلمين وابعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بجاه فرج طه على الرسول المسلمين جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على عطاك ربي المسلمين جزيل وكل فكرك جميل وفيك آملنا طويل فجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج يا على ربي تقل المسلمين غناك من فعل ما لا يطاق فمن بفك الغلاك لمن بذنب رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج واغفر على لكل المسلمين الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واختم فرج على بأحسن ختام المسلمين إذا ذنى الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على الصلاة المسلمين والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين مشايخ الحضرة عسلنا نظرة بجاهل الله يمحو الذنوب الله مشايخ النظرة سلنا نظرة بجهل الله محو الذنوب الله نبتي بحمد الله ونستمد بالله بجاهل الله نفوز بحول الله مشايخ النظرة سلنا نظرة بجهل الله محو الذنوب الله بفضله الشامل يصلح لنا العاجل في الحال والآجل والكل فضل الله مشايخ النظرة سلنا نظرة بجهل الله محو الذنوب وبعد الله جاء النظر
من الشريف الضخم عن الجمال الفخم حبيبنا في شيخ الله الحضرة سلنا نظرة بجهل الله محو ذنوب من الله طالب المحضر المخبد الصبر مظهر الأسرار سليل أهل الله شيخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله محو ذنوب القادة الله القطبة سادة الصفا ذي ما لهم شهوة إلا لذكر الله شيخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله محو ذنوب الله مثل الإمام الفخر عن رفيع القدر كالشمس لا كالبدر يضي لخلق الله شيخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله محو ذنوب أبو الله بكر بن سالم وحتف للظالم الفجر الغاشم يهليك بأمر الله شيخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله محو ذنوب وينجي الله الغارق إن كان به واثق يلحقه بالسابق هذا بفضل الله شيخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله محو ذنوب لما قرأ الله العبد فحشد من نجد وقال لعل السعد يأتي بجود الله شيخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله محو ذنوب الله والعبد ذا الجاني كثير عصياني كثير طغياني كم خالف أمر الله شيخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله محو ذنوب بحق الله القوم نلحق بهم في اليوم ما جرى من لهم يغفر بجاه الله شيخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله محو ذنوب الله لأنه حائر وقلبه طائر ولا له ناصر إلا عباد الله شيخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله محو ذنوب جسدت الله غارة في الحال بدارة ما في الكبد مارة الله 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 شيخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله محو قوموا ذنوب معي الله قوما الذي رومه كله مدى نومه يجي بعون الله شيخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله محو كفى ذنوب الله كفى ما بدو لأصوابي في الحال يا أحبابي فإنكم بالله وشيخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله محو كونوا ذنوب لنا نصر الله بسيف القدرة وكل ما نكره شوه شيء لله وشيخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله محو ذنوب حيا بكم الله هيا للدين والدنيا حيا بكم حيا بنصر الله وشيخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله محو ذنوب يقدم الله جبرائيل أيضا وميكائيل فإنه قد كل في الوقت جار الله وشيخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله محو ذنوب والمصطفى الله الطاهر والمرتضى الناصر وابنه والباكر والكل حزب الله وشيخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله محو ذنوب حسبي الله بحسبهم صفة الرب في الفضل والقرب والكل شيء لله وشيخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله محو ذنوب صلي الله وسلم دوب على النبي المحبوب يحصل المطلوب أجمع بفضل الله وشيخ النظرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو ذنوب الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا خاتمة الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا أهل الخاتمة العقول سالمة ولا القلوب العالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن قوموا بهم الخاتمة معازمة بصدق نية جازمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن ويا الخاتمة إليها المنتهى قد قال أرباب يا النهى الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله الخاتمة بها يا الله بها دوا عجيبة يا الله تامة بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا يا ربنا الطف بنا واغفر يا لنا الله بها يا الله بها يا الله بحسن واختم الخاتمة بخير عندنا إبان يوم الطامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فالموت هاد قريب كل له منه يا الله نصيب بها يا الله بها يا الله بحسن كان الخاتمة دان أو نصيب فهو مصيبة مصيبة عامة بها يا الله بها يا الله بحسن ثم الخاتمة إذا متات وغسلوا وغسلوا يا وكفنوا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وشيعوا وألحدوا يا الله ما بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رب كل يا معين إذا رشحت ملجبين يا الله ملجبين بها يا الله بها يا الله بحسن واختم الخاتمة بالله باليقين من قبل لوم يا الله اللائمة بها يا الله بها يا الله بحسن
بحسن الخاتمة دنياك ما هي للمكر وإنما هي للممر بها يا الله بها يا الله بحسن فكر الخاتمة واعمل في النظر ولا تكن كالسائمة يا الله كالسائمة بها يا الله بها يا الله بحسن يا رب الخاتمة ما معنى أمل وكسبنا كل زلال يا الله زلال بها يا الله بها يا الله بحسن لكن الخاتمة لنا فيك أمل تحيي تحيي العظام راما يا الله راما بها يا الله بها يا الله بحسن فرحان الخاتمة حين الانتقال والعمر ولا في ضلال يا الله ضلال بها يا الله بها يا الله بحسن لكن الخاتمة أردد الجلال بجاه والد فاطمة يا الله فاطمة بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة الخاتمة بجاه والد فاطمة فاطمة ونون بحسن يا الخاتمة الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة الخاتمة بجاه والد فاطمة ومن بحسن خاتمة بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة ومن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسر عباد الله الصالحين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم ويدخلنا في شفاعتهم وينفعنا ببركاتهم ويرزقنا محبتهم وتخلق بأخلاقهم ويحشرنا في زمراتهم في عافية. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد وسيدنا علوي بن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خليق قسم وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا علوي بن الفقيه وإخواني وسيدنا علوي عم الفقيه وابن أحمد وعبد الملك وعبد الرحمن وسادتنا علي صاحب الدار وعلوي بالفقيه وعلي وعبد الله ابن علوي بالفقيه وسيدنا محمد مولى الدويلة وشيخ عبد الرحمن السقاف وأولاده الشيخ أبو بكر السكران وشيخ عمر المحضر وإخوانهما وشيخ عبد الله الإدروس وأولاد أبي بكر الأدني وإخوانه قطب الرباني سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني شابل السنة شديد إمامنا الشافعي وشيخ علي بن أبي بكر وابن عبد الرحمن بن علي وابن أحمد وشهاب الدين والشيخين محمد جمال الليل ومحمد مولى عيد وسيدنا أبو بكر بن عبد الله باشماله وسيدنا محمد بن عبد الله وشيخ أبو بكر بن سالم وأخي أقيل بن سالم وسيدنا عمر بن عبد الرحمن الأطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد صاحب الراتب والحبيب أحمد بن زين الهبشي والحبيب أحمد بن محمد الهبشي مولى شيب والحبيب عمر البر والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفكي والحبيب حامد بن عمر حامد وسيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن ظاهر وأخي طاهر بن حسين بن ظاهر إمام مهدي الأحقاف الحبيب عمر بن سقاف بن محمد الصافي السقاف وسيدنا أحمد بن محمد المحضر وسيدنا أبو بكر بن عبد الله بن ظالب الأطاس وسيدنا علي بن محمد بن حسين الهبشي والحبيب علوي بن علي بن محمد الهبشي والحبيب محمد أنيس بن علوي بن علي الهبشي والحبيب عبد الله بن شاه الإدروس والحبيب محمد بن إدروس الإدروس والحبيب عبد الرحمن المشهور وابنه علي وابن عبد الله بن علي المشهور والحبيب أبو بكر الأدني المشهور والحبيب سالم الحفيظ والحبيب محمد بن سالم الحفيظ والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم الحفيظ والحبيب عبد الله بن عمر الشاتري والحبيب مهدي الشاتري والحبيب أبو بكر الشاتري والحبيب حسن الشاتري والحبيب سالم بن عبد الله الشاتري والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين وابنه محمد بن علوي بن شهاب الدين والحبيب عبد الله بن محمد بن علوي بن شهاب الدين قطب الغوث الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف قرسي الحبيب جعفر بن شيخان السقاف الحبيب عبد القادر بن حسين السقاف الحبيب علوي بن سقاف السقاف الحبيب صالح بن حسين الحامي تنقل الحبيب حسن بن محمد بن هود السقاف الحبيب محمد بن إدروس الحبشي الحبيب محمد بن حسين الإدروس الحبيب سالم الحبيب علي بن عبد الرحمن الهبشي كويتان الحبيب علي بن حسين الأطاس بومر الحبيب سالم بن أحمد بن جندان الحبيب علوي وحسين بن محمد بن ظاهر الحداد الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه مالان الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه الحبيب عبد القادر بن أحمد السقف جدة الحمد مشهور بن ظاهر الحداد سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي سيد عباس بن علوي بن عباس المالكي ثم خصوصا له الحبيب شيخ بن إدروس الحسني الحبيب شيخ بن عبد الرحمن السقاف الحبيب هود بن إدروس الحسني ثم خصوصا له الحبيب حسن بن الحبيب حسن بهارون بانجل ثم خصوصا له
ثم سسن لكي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بسورة ثم سسن إلى روحي كي نواوي بن نور حسن سدوغري ثم سسن إلى روحي كي حسن كي خليل ثم سسن إلى روحي كي نواوي بن عبد الجليل كي عبد العليم بن عبد الجليل وجميع المشايخ سدوغري ثم سسن إلى روحي كي نور سالم مروغة ثم سسن إلى كي هاشم رافي ثم سسن إلى روحي كي جاسم بن نور سالم مروغة وجميع المشايخ مروغة ثم سسن إلى روحي كي طيب بن قاضي كي سالم بن طيب كي محمد غوث الله بن سالم وجميع المشايخ بندungan ثم سسن إلى كي محمد سبادر كي أحمد جفري كي محمد علي مرتضى وجميع المشايخ بسوء ثم سسن إلى روحي الجنباه مهاجر باه علي رستم باه عبد الله باه مزين كي أحمد غشيري كي خالد كي مشهود بن يمسكفا مأسوبالي ثم سسن إلى روحي كي زين العابدين كي أنس كي برهان كي منير علي كي مئة ثم سسن إلى روحي كي بدر غمر كي عبد الجليل وسودهم وفروئهم ثم وجميع ساداتنا علي أبي علي وشيخ سعد العمودي وشيخ سليم فضل بفضل وشيخ علي بن محمد الخطي وشيخ سعد بن علي مدحد وشيخ عبد الله بن أحمد بها سودان وما شئ حضرها الجميع ووالدينا وأولادنا وأهلنا ومشايخنا ومعلمنا وكاتب الحضرة ووالده وجميع المسلمين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة. الفاتحة لأصحاب القهوة والبخور والكرامة ومن جاء منه خير أو وصلنا بخير ومن كان سببا لهذا الجمع العظيم والقراء والمستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونه ويتقبل منهم ويغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات ويجمع قلوبنا على تقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى مع العافية الدائمة التامة. الفاتحة. الفاتحة ببركة الحضرة الشريفة وهؤلاء سادة الأنجاب أن الله يسله الإمام والأمة والراعي والرعية ويفرج على المسلمين ويرحمهم برحمة هنيئة مريئة نافعة ويطرح فيها الخير والبركة ويؤجل بها ويسله سادة العلوية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويدفئ نار الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويطيل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وذريته واتباع شريعته والاهتداء به وبسلفنا الصالحين أن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله ومأموله على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويعوم ببركة هذه الحضرة على المسلمين أجمعين ويتقبله منا ويقبلنا على ما فينا ويمن على الجميع بكمال حسن السابقة وحسن الخاتم عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. رضي الله عنكم عن مالك بن دينار رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. إذا طلب العبد العلم ليعمل به كسره علمه وإذا طلبه لغير العمل به زاده كبرا. وقال رضي الله عنه قرأت في التوراة إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته من القلوب كما يزل القطر عن الصفات. قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين: من عقل الرجل ألا يطلب الزيادة من العلم إلا إذا عمل بما علم فيتعلم العلم كيما يعمل به، إذ العلم إنما يطلب للعمل
وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله ونفعنا به وبعلوم في الدارين مررت بمكة بحجر مكتوب عليه أقلبني تعتبر فغلبته فإذا عليه مكتوب أنت بما تعلم لا تعمل فكيف تطلب ما لا تعلم وكان رضي الله عنه يقول اطلبوا العلم للعمل فإن أكثر الناس قد غلطوا في ذلك فصار علمهم كالجبال وعملهم كالهباء وعن معروف الكرخي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلوم في الدارين قال إذا أراد الله بعبد خيرا فتح الله عليه باب العمل وأغلق عليه باب الجدال وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الجدال إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Di antara kalam-kalam tabi'in dan orang-orang setelahnya, wa min kalamit tabi'in wa man ba'dahum radhiyallahu anhum ajma'in, di antaranya dari Sayyidina Malik bin Dinar rahimahullah. Imam Malik bin Dinar adalah seorang tabi'in yang sangat luar biasa. Termasuk di antara kisah beliau ada seorang perampok penjahat yang bertanya kepada beliau perihal tempat yang membuat dia tenang, si perampok tenang. Lewat si perampok melalui masjid, kebetulan ada Sayyidina Malik bin Dinar. Maka si perampok bertanya kepada Sayyidina Malik bin Dinar, tunjukkan kepadaku tempat untuk istirahat, tempat untuk menenangkan diri. Imam Malik bin Dinar tidak berpikir panjang. Si perampok diambil tangannya dan dibawa ke satu tempat, yakni kuburan. Keba ke kuburan perampoknya. Kakeh montro tawa kenangan saya tenang, kenangan istirahat, saya mah tenang, saya tade pekeran macam-macam Arya kenang. Si perampok nyari diskotik aslina. Ya. Nyari tempat hiburan, nyari tempat saya fresh, ya, nyari tempat saya happy, saya senang. Ternyata bisa Sayyidina Malik bin Dinar beda kuburan. Ngamuk si perampok, kurang ajar bangsat bandia, kurang ajar tak tongko baneng korela macam-macam menceritaki kecubon ahli ya, tempeleng ngejoto saya tokol sampai babak belur. Tanpa ekspresi saya macam-macam, Sayyidina Malik bin Dinar kembali lagi ke masjid membersihkan darah-darah dan kotoran. Kemudian si perampok bertanya kepada seseorang, bertanya, di mana tempat yang bisa membuat aku tenang istirahat? Karena tadi aku bertanya kepada seseorang yang ada di masjid, kurang ajar dia, ditunjukkan kepada aku ini kuburan. Terus jangan orang benar juga ke tempelengan joto sen wingko istaro karuan orang jo. Tahu kakek arwah Imam Malik bin Dinar. Imam Malik bin Dinar saya nyaman terkenal neng tang kota, nyaman saya tersohor masyhur, kitab-kitab baca, kalam nasihat-nasihat banyak orang menyampaikan nasihat kalam Imam Malik bin Dinar. Dengan rasa penuh penyesalan, si perampok bergegas kembali kepada Sayyidina Malik bin Dinar. Sayyidina Malik bin Dinar tetap berjeding, bersihin kotoran. Kemudian si perampok datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepora aki, maafkan saya, Imam Malik bin Dinar, kami tidak mengetahui siapa anda. Mohon maaf, seribu maaf. Takut kening belet takut. Apa kata beliau? Sebelum anda memohon maaf, meminta maaf kepadaku, aku telah mendoakan kepadamu. Bagaimana mungkin kau melakukan seperti ini? Kata si perampok, karena aku mendapatkan pahala darimu, pahala dari Allah dengan lantaran sebab kamu mendapatkan pahala yang besar karena kesabaranku. Bagaimana mungkin aku akan mendoakan jelek kepadamu, akan mendoakan yang buruk kepadamu, sedangkan aku mendapatkan pahala yang besar dari Allah karena sebab kamu telah berbuat seperti ini. Kemudian aku sabar dan aku mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar ya.
Ada orang noko lengko karena tak tahu ya Pak tahu mahentar ya beri negi ya. Oh, tobat kakek lah ya. Mangkan lain nari ngok ya. Imam Malik bin Dinar, taib. Apa kata Imam Malik bin Dinar? Idza talabal abdul ilma liya'mala bihi, barang siapa seorang hamba yang mencari ilmu dengan tujuan liya'mala bihi, ilmunya akan diamalkan, kasarahu ilmuhu, maka ilmunya akan membuat dia tadi itu semakin merunduk. Ilmu yang dia cari dengan tujuan untuk diamalkan, kasarahu, maka ilmunya akan semakin membuat dia tadi itu semakin menunduk, semakin tawadhu, semakin merasa ilmu masih banyak yang tidak ia ketahui. Semakin dia merasa tadi itu banyak semakin kekurangan, kekhilafan, kebodohan. Karena orang yang semakin cinta ilmu ini semakin haus tentang ilmu, semakin banyak ilmu ini semakin kurang ke ilmu. Itu biar orang yang merasa cukup. Dia merasa paling pintar, paling top, paling alim. Tak seneng ngedingaki istifadah dari orang lain, tak seneng ngedingaki ceramah orang lain, nasihat orang lain. Karena ben merasa mumpuni, mengungguli dari semua orang. Tidak demikian orang yang berilmu, kemudian tujuannya untuk diamalkan, maka dia semakin merunduk, semakin dia merasa paling bodoh. Tuh ternyata kok, Masya Allah, para ulama, para kiai, para orang-orang sesoleh, orang-orang yang sepunya ilmu ini kah, mutola'ah siang malam ngaji ke timur, ini untuk nambah ilmu nih kah. Adapun orang yang tak senang ke ilmu, kita pun merasa cukup, kenapa lah tak senang ke ilmu. Taib, nah ini kah, orang yang nyari ilmu dengan tujuan untuk diamalkan, kasarahu ilmu. Wa idza talabahu li ghairil amal bihi zadahu kibra. Dan barang siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan tidak untuk diamalkan, zadahu kibra, maka dipastikan dia akan semakin tambah, bukan menambah ilmu, semakin dia sombong, semakin dia takabur, semakin dia merasa paling tinggi. Nah, karena ilmu nah tak yamalaki alat tes. Omong na orang se nyimpen ilmu tapi tak yamalaki nika alat tes. Oh neng alat tes sampean tak nyapa, enggak aing ketemu tales dulu. Hah? Aing ketemu tales, cap-capin aing gila, ya terus tak nempel. Karena saya keker ilmu, keker dek tales, tak bisa nimbun, tak bisa menampung. Nah, sebenarnya juga orang hanya wal'iyadzubillah pinter napa maenga pinter orang gila among idoh, tetapi tak gelem ngelakoni ndarma ya zalat minal gulub kama yazulul qatru anis safat. Alat tes kapi. Baik, dia mau cerita aki ulama-ulama lambak ki mosok pinter ceramah, Mbak Abdullah mosok ceramah. Tak ceramah. Al Habib Ja'far bin Syekhana Segab bahkan bahasa Indonesia tak ngerti. Al Habib Alawi bin Segab guruna Ki Ali Murtada Besuk, pendiri Pondok Besuk, ngaji deh Ki Al Habib Alawi bin Segab tahu bahasa Indonesia. Manusia dia Inggris tahu, Madura, Lekoh, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, cuma ya alat tes. Wala'iyadzubillah. Ya, jadi berusaha keuluman jenengan untuk ngamalaki ilmu sesakone. Salah sekone kita lakoni. Taib. Wa qala Ibrahim bin Adham, berkata Sayyidina Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Marartu bi Makkah bi hajarin maktubun alaihi uglubni ta'tabir. Satu saat aku melewati di satu jalan di kota Makkah. Aku menemui satu batu yang di atasnya batu tadi itu termaktub tertulis uglubni ta'tabir. Balik aku maka engkau akan mendapatkan i'tibar, akan mendapatkan pelajaran. Penasaran Sayyidina Ibrahim bin Adham, mak beda-beda aneh ya, uglubni ta'tabir. Balik sengkok ben bakal nemu adaki ibarat. Bakal nemu apa pelajaran. Fagalabtu. Kemudian saya balik ini batu. Subhanallah, faidan alaihi maktubun, ternyata di bawah batu tadi itu termaktub tertulis anta bima ta'lamu la ta'mal fa kaifa tatlubu ma la ta'lam.
Kamu mencari ilmu tapi kamu tidak mengamalkannya. Bagaimana mungkin kamu mencari ilmu yang kamu tidak mengetahui, sedangkan apa yang kamu ketahui belum kamu amalkan? Bagaimana mungkin kamu akan mendapatkan ilmu yang tidak kamu ketahui, sedangkan apa yang kamu ketahui tidak kamu amalkan? Nasihat betul. Ya, masya Allah. Pendek tapi antap ya. Wa kana radhiyallahu anhu. Al-Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, "Utlubul ilma lil amal fa inna aktharan nasi qad ghalatu fi dhalik, fa sara ilmuhum kal jibal wa amaluhum kal haba." Daripada manusia salah di dalam mencarinya, lopot keleroh di dalam mencari ilmu. Fa sara ilmuhum kal jibal, akhirnya ilmunya menjadi seperti gunung tinggi, menjulang tinggi bagaikan gunung. Wa amaluhum kalhaba, tapi sayang, seribu sayang, amallah kalhaba, sebagai debu yang berterbangan. Habaan manthuro, tak bernilai. Ilmu nengak gunung tapi amal yang abu. Yang abu, gelendang angin, tak bernilai sama sekali. Terakhir, Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan fata'alaihi babal amal wa aghlaqu alaihi babal jidal." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala membuka baginya babal amal, pintu amal, wa aghlaqu alaihi babal jidal, dan Allah akan kunci, akan tutup baginya pintu-pintu perdebatan. Tak gelem debat, tak gelem diskusi-diskusi, tak gelem perdebatan-perdebatan. Dia lebih mementingkan amal. Tandana orang buka kebagusan dengan Gusti Allah, buka labung amal, tutup pintu perdebatan. Tandana orang tak kersaki bagus dengan Gusti Allah, buka pintu perdebatan, kunci pintu pengamalan. Tahu sana ngeri orang aba bae. Wah monosoro acek cok penter, wakola, wakila, wayakulu. Sopu setengah sanga, wakola, wakilah, wayakulu, tak pernah duha, ya tak pernah are, wallahiyazubillah, hanya napa nyamana, bene te beki, bene napa, bene elarang kau lebih panjenengan untuk berdebat, tapi berdebat sekira dengan yang terbaik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ada Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Benih hiya hasan tapi ahsan. Ajaklah mereka ke jalan Allah bil hikmah, dengan ilmu, wal mau'izah, dengan mau'izah, pitutur yang baik, al hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Debat mereka tetapi dengan yang terbaik. Sekira perdebatan mencari titik temu, mencari kebenaran. Billati hiya ahsan, hiya ahsan, benar hasan, sebagus, tapi paling bagus, bukan yang baik tapi terbaik. Adapun larangan berdebat dalam Al-Qur'an, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Wala tujadilu ahlal kitab, jangan kamu banyak berdebat dengan mereka, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang baik berdebat. Diserang aku bener kok, diserang aku bener, percuma waruai, wong-wongi copa, ya wong-wongi copa, kecuali mencari kebenaran, mencari satu titik temu untuk menemukan satu jalan keluar yang terbaik, baru berdebat. Mun kira tak usah ngelatih ini, inilah nengenang, karena orang tak ngelatih ini menyakitkan kia. Pada orang cinta tak terima sakit, orang cinta tak terima sakit, orang pegel tak tanggapi sakit kia, sakit hati kia. Orang senang tidak ditanggapi, benci yang tidak ditanggapi akan menyakitkan, sama halnya dengan orang yang cinta yang tidak ditanggapi, menyakitkan, sakit kia. Bereng beci tak reken, bereng ngajak debat tak reken, bereng tak reken, pegel kia. Pada bereng seneng cinta tak reken, dari mana kira-kira? Pegel bah. Budaya tak keneng, budaya tak keneng, budaya tak keneng. Sakit hati kia, menyakitkan. Pada masih orang pegel tak reken, tak ngakeneng, ya.
menyakitkan ke pegel kia. Akhir ayat ini mate tibi je lah. Mate beri ya. Mate bi ke pegel mate kelaban. Adapun perdebatan atau munadharah jidal sekelaban cara oleh, tetapi dengan apa? Bil wajhil hasan, dengan wajah yang menunjukkan bukan wajah kebencian, birifkin, dengan ucapan yang halus boleh, walayinin, dan apa namanya yang lembut, walayinin, wa husni khitabin, dia santun mengucapkannya, bukan perdebatan yang curang ngadebatnya wadulik penteli kon telu orang dengan oto. Are bener perdebatan si ahsan. Boleh, silakan kita berdebat, tapi dengan kepala dingin, dengan wajah yang menyenangkan, bukan berarti gontok-gontokan. Enten nek nyari barang si bener kok. Bukan menjatuhkan atau menjelek-jelekkan atau niat metodu seorang ya dan ring banyak lah, tidak dibenarkan. Nah, dengan perkataan yang lain, dengan rifkin wa husni khitabin, karena Allah Subhanahu wa taala maha ngaonengin, sebagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun perintah deka Fir'aun tining Gusti Allah. Apakah Gusti Allah tak tahu cek Fir'aun ni tak bakal oleh hidayah? Ya nemen oning lah, tapi Nabi Musa bin Nabi Harun tetap perintah tining Gusti Allah untuk ngedepin sera Fir'aun. Oneng Gusti Allah cek Fir'aun dia mati kafir tahu. Gusti Allah ni kemaha ngaoningin cek Fir'aun tak bakal oleh hidayah. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa bin Nabi Harun untuk berkata layin, untuk berkata lembut, menyampaikan dengan penyampaian yang betul-betul sangat diterima oleh mereka Fir'aun dan bala tentarana. Kama amara Musa wa Harun faqula lahu qawlan layyina, katakan kepada wahai Musa dan Harun, katakan kepada kepada si Fir'aun qawlan, satu ucapan, layyinan la'allahu yatadzakkar au yakhsha. Mak pola Fir'aun ria ki bisa takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Lah orang sepun tak mungkin oleh hidayah, Allah taala ki tetap merintah dekat Nabi Musa bin Nabi Harun untuk berkata layin, untuk berkata lembut, padahal Allah taala maha ngaoningin bahwa si Fir'aun tak bakal oleh hidayah. Tapi Allah tetap memerintahkan kepada keduanya, faqula, katakanlah wahai Musa dan Harun lahu kepada si Fir'aun qaulan, ucapan layyinan yang lembut. Benih cak ngocain ben sorobon, waduh jelah kana ji ya, kadang berdebatin dapat ji. Tambah tertutup hidayah. Ya, maka neka benih elarang untuk berjidal, untuk mujadalah, tetapi tujuan ilmu kita bukan untuk mujadalah, bukan untuk kita berdebat menang-menangan, benih terpenteran, benih untuk diamalkan. Silakan berdebat, tapi berdebat ahsan, terbaik, dengan ucapan yang baik, dengan wajah yang tidak ada kebencian, bukan tujuan untuk merendahkan atau supaya mereka tadi itu malu di hadapan orang banyak lah. Untuk mencari kebenaran ilmu ni kamu hanya ilmu tetap kena ngetabe. Lepas itu saja. Lah makin perdebatan ni ka te tangga per pacet benih nyari ilmu benih ilmi ya ruah. Tocuk ni keng matodus. Tocuk na keng sekira pemalu, ya tak latih latih orang demen, ya tak latih ni benih tak benih takut, benih tak ngelatih ni benih, keng sengkas ngelatih nena, karena tak nyari kebenaran. Tocuk na wala lain, durimu ono lo ngancam, ya durimu ono lo ngancam pun, saya percuma apa? Tak nyari barang si bener, mau nyari bener jangan Gusti Allah soro. Dak Fir'aun karena beda si bener, si situng salah mana pada bener kok. Jadi debat ngajak debat terbuka, ngajak debat tak reken benih karena takut, tak kencang sangka tocuna keng memalu. Ya tak harus orang banyak. Dua-duaan silahkan berdebat, mencari kebenaran. Benih sekala ya nerema. Ya sekala nerema. Tahib mantar muka ilmu sesakone bisa ya malaki, bisa jadi ilmu semanfaat, ilmu sebisa matakok dekat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Hadil kasina. Ya Rabbana atarafna bi annana katarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawba taghsilu kulla hawba
عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا آمين. ربي ومولودينا آمين. والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة آمين. والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول اسم المصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. قبول.